هلا، وشلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة يا رب. رجعت لكم من جديد وفيديو جديد. طبعا انتهينا تحضير المدارس وهوسة المدارس والقرطاسية. فاليوم حبيت انزل لكم فيديو، بس هذا الفيديو اليوم ان شاء الله يعجبكم، لانه اليوم داعية صديقاتي. لانه مع الاسف القسم اللي عندهم حيسافرون، حيطلعون من سامسون، فسويت لهم دعوة على شرفهم. ودا أحضر، يعني قعدت من الصبح وتنظيف البيت وترتيب. فإن شاء الله يعجبكم حبايب. بس حبيت أصبح عليكم على البحر، وكالمعتاد بدينا بأيام الشتاء، وحتبدي النوارس والحمام والطيور تجي وتحصر رزقها. الحمد لله على كل حال حبايب. بس طبعا شوفوا الصبح ماكو بشر، بس اني والبحر. وجيت هنا طبعا حبايب على الماركت. طبعا الماركت كلش قريب علي، بس بديت انه اخذ الخضرة والخس. احبه تازة، يعني دائما هم الماركت الجواي يجيب تازة، فقلت على كيفي. بس أنا قبلها يعني محضرة كل شيء، كل أموري يعني قبل يومين. هي تشوفون هسه الأكل كلش عادي، بس صدقوني إحنا إذا نكمل شغلنا من وقت حنكون مرتاحين ونستقبل الضيوف بكل رحابة الصدر. هنا شفتوا هاي الحشوتين الكبة. طبعا أنا الكبة يمكن 3 مرات منزلتها على القناة. الكبة بتيتا شاب، اللي هي الرز والبطاطا وشوية نشا خليت لها فقط، وملح، لو كركم، لو شو اسمه مالت المندي نسيته أنا دائما أنسى، الصبغ اللوزينة. تمام. فالحشوتين أنا خليتها نفس الحشوة، لحم مثروم وبصل وبس. خليت شوف وحدة فاتحة وحدة لا. هذه اللي بالرز أنا أحب عليه أخلي إضافة كشمش ولوز ودارسل. كلش أحب هذه الحشوة، لأن تذكرني هي الكبة القديمة الأصلية. كانوا يعني أهل قبل يخلوا لها بس كشمش وبصل وكركم وكار شوية فقط. هاي الحشوة الأصلية مالتها. بس بعدين تطورت الأمور، ضلنا نخلي لحم. وشوفوا لي شلون الخفة مالتها، يعني من صدق تاكلون، يعني شلون تشيبس تاكلون، مو تاكلون كبة بين رز. حتى والله البنات من أكلوها، وهذه شهادة، وإن شاء الله يكتبوا لي بالتعليقات إنه مستحيل قالوا هذه أنت مسوية كبة التمن. لا والله كبة تمن وخليت لها بطاطا. تمام. هنا كملنا كبة التمن، راح ناخذها على الفريز. وهذه كبة البرغل والجريش. طبعا انا نقعت الجريش والبرغل كاستين، كاسة ونص بكاسة ونص، وبعدين خليت عليهم ملح وفلفل وكمون، وخليتهم كاستين مي، وبعدين خليتهم بالماكينة. وخليت لحم طبعا شرح، يكون ما بي ليه او شحم، وبصل، وترمتهم بالمثرام مالت اللحم. وهذه الحشوة خليت لها بس يعني نفس الحشوة، بس قسمتها هاي بس لوز وبهارات الكبة. طبعا انا جيت اسوي الكبه اللبنيه، يعني كل الكبه اللبنيه على الطريقه السوريه كلش احبها. حتى لو تشوفون اللفه مالتها، انا لفيتها مثل الطريقه السوريه، بس قلت اخاف ما يحبوها، ويعني ثاني يوم ما راح تنكال. انتم تعرفون حبايب، يمكن هاي صايره عند كل العراقيات وكل يعني البلدان العربيه، انه من نسوي عزيمه او وليمه لازم يزيد. انا الحمد لله والشكر يعني دائما من اسوي عزيمه الحمد لله يزيد. فاني خو ما اذبه، لا اذبه طبعا اكيد ثاني يوم احميه واضيف له اضافات ويتغدوا بالعائله. فهنا حبايب راح اسوي سلطه المايونيز.
هنا طبعا نقعت اللوز، انا انقع اللوز وبعدين اقليه حتى يصير يعني هيك طري مو يابس. بس للاسف اخر شيء كشفته صديقتي انه قاعد شويه محمص اللوز. هنا خليت على البرغل، راح للتبوله اسويه، خليت له حامض حتى يكون فريش. فانتبهت على اللوز، قلت لها اسكتي غفلت عنه وشويه حمص. هنا راح اسوي هاي المعكرونه، سلقتها المعكرونه الصغيره كلش ناعمه تصير. وهنا راح اخلي لبن، واكيد نخلي عسل، اذا كان عندنا عسل نخلي عسل، اذا ما كان عندنا عسل لا نقدر نستبدله بالشكر. هنا خليت مايونيز، راح اخلي فلفل اسود وملح. طبعا انا قلت لكم بالفيديو انه صديقاتي حيسافرون، وان شاء الله يا رب تطلع الاقامه مالتهم، ان شاء الله يستقرون باي بلد هم يحبوه. بس شو نسوي يعني، هذا قدرنا يعني الامر مو بيدنا. فشفتوا بداية الفيديو هي الهوجام اللي معلمتنا، أو نقول الهوجام هي معلمة الكورس اللي كورس الطبخ اللي كنت أنا أداوم به. ودا انزل الفلوكات اليوميات على التيك توك حبايبي، صبحت على التيك توك، يعني ما شاء الله المشاهدات كلش عاليه بيها، وما شاء الله يعني بديت يمكن ان شاء الله ينجحني على التيك توك. فمثل ما تشوفون ما يعني انزل فيديو والله يعني انزله مثلا اليوم الثاني تصير المشاهده 6000 7000 10000. بس للاسف يعني ما محظوظه اني باليوتيوب المشاهده مالتي كلش قليله، ولكن انه اني اتعب فعلا من صدق، اتعب على الفيديو اللي هو باليوتيوب، بس مو مثل ما اتعب على التيك توك. يعني جدا اشياء بسيطه جدا اسويها، جدا بسيطه، الحمد لله المشاهدات كلش عاليه. طبعا هذا يسعدني واتصور يسعد كل احد. هنا حبايب هذا الصوص اللي سويته، خليت زيت الزيتون، ليمون وفلفل اسود وكمون وشويه من الخل خليته، بعدين اسوي. هنا هذا اللبن الشنينه اللي انا اعشقه كلش احبه، يذكرني بيام هنا بالبصره من نروح على بياعات اللبن هيك يبيعوه بسطوله او فافون. فاني حبيت هيك يعني اقدمه قدام الهوجام، انه هاي احنا تقاليدنا، احنا نسوي هيك اذا كانت عندنا وليمه. انا عندي جك وهاي الشغلات هاي السوالف نوع، قلت لا حبيت هيك اقدمه، تخلي عليه ثلج وشويه لمندوز وشويه من الملح، يعني من صدق طيب، وريحه النعناع فشي. طبعا جينا هنا على أطباقنا الرئيسية، هي أنا سويت مندي وسويت مقلوبة. المندي والمقلوبة والله أنا نزلت 3 مرات، كل واحد من عندهم على 3 مرات بالقناة، باللحم بالدجاج. فقلت حتى لا يطول الفيديو عليكم يصير ممل، كلها سويتها. الباذنجان قليت البطاطا وهكذا طبقته. واكثر شيء عجبهم طبعا انه المقلوبه شو مو حمراء، يابا غير سر المهنه مالتي يعني غير اكلاتهم هما. فما ما احب اخلي المعجون يعني على المقلوبه ويصير كله يتم المعجون. اما المندي يعني شهادتي مجروحة يعني بنفسي، إنه أنا أحمد نفسي بالله، بس هم إن شاء الله يكتبون أراهم على الأطباق اللي قدمت. هي جدا بسيطة، ولكن يعني فعلا أخذت وقت، بس إحنا نرجع ونقول التحضير المسبق هو يريح أم البيت إذا كانت هي وحدها. فأنا كنت والله يعني جدا شفتوا هذا شو اسمه، كنت كلش سعيدة يعني بجيتهم علي. طبعا من بعد ما دخلنا البيت بالمندي وريحة المندي، أكيد بعد نص ساعة راح يجون ضيوف، وبديت أخلي البخور. طبعا أنا نسيت إنه أقدم لكم الطرشانة، هي سيدة المائدة. طبعا هذا لازم، إحنا النسوان العراقيات لازم طرشانة موجودة. وسويت الزردة، بس ما أعرف راح يطلع عندكم بالتصوير إذا يعني ما راح يطلع، يعني سويت عدة أطباق.
أهلا وسهلا. Hoş geldiniz hocam. Beyaz. Evet. Selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. أهلا وسهلا أم مصطفى زارتنا البركة. أهلا وسهلا حبيبتي. ولا أدري راح تجي. والله العظيم. مشتاقين. خذ ولا عين الله يحفظك. كل السلام عليكم. Hocam, yemek Arapça beğendin değil mi? Çok güzel. Nefis. Nefis. Süper. Maklube. Çok güzel. Çok güzel. أهلا وسهلا بأم محمد، يا هلا ويا مرحبا، زارتني البركة. كل الهلا بيش عمري حبيبي. Afiyet olsun hocam. Teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Sağ olun, teşekkür ederim. Yalla بالعافية كله. Lütfen ellerini bağlayın. Bu büryan pilav, I'm sorry. Ask. salata, Tabule. tabule, evet tabule, salata. يلا شو تخلون يلا شو تخلون الأكلات همام؟ Sos yapacağım. Sos. ولهنا حبايبي أختم هذا الفيديو وياكم، إن شاء الله عجبكم، وأتمنى تكملون الفيديو للآخر وتسووا لي مشاهدة حقيقية وليس تخطون، يعني هاي تخطون الفيديو هو اللي مدى ينجحني بعملي باليوتيوب. فأتمنى منكم حبايب تدعموني، تدعمون قناتي وتخلوا لي اللايك والاشتراك، وتعليقاتكم الحلوة أبد ما يعني أنساها. وشكرا جزيلا اللي كل من دخل جديد على قناتي، ولهنا أقولكم مع ألف سلامة.